السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني جدًا يا جماعة، بقى لي كتير غايب عنكم، وبقى لي كتير ما كنتش باعمل فيديوهات، يعني يمكن كنت مشغول شوية الفترة اللي فاتت دي. الحمد لله يعني خلّصت حاجات كتير كانت ورايا، والحمد لله رجعت لكم تاني، وإن شاء الله بإذن الله هنكمّل مع بعض على طول الفترة الجاية، بما إن الدوري المصري بدأ والدوري الإنجليزي والدوريات الأوروبية كلها. ما فيش أحسن من كده فرصة إن إحنا نتكلّم، وخصوصًا ماتش الزمالك والمصري. طبعًا أنا يمكن 4 أو 5 ماتشات اللي فاتوا ما كنتش موجود فيها معاكم، ما كنتش باحلّل الماتشات معاكم عشان كنت مشغول، ولكن الحمد لله امبارح اتفرّجت على الماتش كلّه. ويمكن من حُسن حظي إن الزمالك امبارح عمل ماتش أفضل ماتش ليه تقريبًا الموسم ده. أنا اتفرّجت على الماتشات الأولانية، ولكن مش بقوة زي ماتش امبارح. امبارح قعدت اتفرّجت على الماتش كامل وقدرت يعني أقف عند شوية نُقط كده عايز أتكلّم فيها. خصوصًا إن الزمالك ويانيك فيريرا عمل مباراة كويسة جدًا امبارح، خصوصًا الشوط الأول. الزمالك كان يمكن عامل كل حاجة في الكورة، الزمالك كان عامل استحواذ، كان عامل زيادة عددية في الهجوم، كان مقفّل نُص الملعب كويس جدًا، كان الثغرات الدفاعية كانت صغيرة جدًا وقليلة بعكس الماتشات اللي فاتت. طيب عايز أقول إن يمكن نادي الزمالك الفترة اللي فاتت أو ما كانش يعني أو الفترة اللي فاتت دي كان مش مستقر أوي فنيًا. يمكن مدرب جديد وفي صفقات كتيرة جديدة كانت في نادي الزمالك الفترة اللي فاتت، كانوا محتاجين يعني يمكن انسجام شوية مع المدرب. خصوصًا إن في نظام جديد معمول بقيادة جون إدوارد طبعًا. طبعًا أنا في البداية باحب أشكر جدًا، جدًا، جدًا جمهور نادي الزمالك، لأن هو الوحيد اللي قادر يغيّر ويوصّل للعيبة روح قوية جدًا إن هم يقدروا يكمّلوا ويحسّنوا من أدائهم. تاني حاجة أحب أشكر جدًا جون إدوارد بصراحة اللي عمل نظام أكتر من هايل مع نادي الزمالك. شُفنا إن هو الماتشات اللي فاتت كلّها الجمهور اعترض بما فيهم أنا، اعترضت على المدير الفني بصراحة وقُلت إن هو كان مقصّر جدًا الماتشات اللي فاتت، وكان أداؤه سيء جدًا مع نادي الزمالك وبيلعب كور عالية وحاجات مش شبه لعب نادي الزمالك خالص. ولكن المباراة دي إحنا لأ، شُفنا لأ الشكل اتغيّر خالص نهائي. وده طبعًا بفضل إن جون إدوارد طلع قال تصريح كويس جدًا: يا جماعة إحنا مش هنحاسب المدير الفني ده إلا آخر الموسم. يعني أنا من الناس اللي غلطت وقُلت لأ، المدير الفني ده لازم يتحاسب ولازم نُقف عنده كتير. الماتشات اللي فاتت الزمالك ضيّع نُقط سهلة جدًا زي ماتش مثلًا المقاولين العرب، زي ماتش دجلة. المباريات دي كانت في إيدك إن أنت تقدر تخلّصها من بدري، ولكن أنت ضيّعت نُقط سهلة منّك. كان الزمالك متصدر الدوري ببعيد أوي عن المنافسين بتوعك، وكنت هتفرق وتستغل تعثُّر الأهلي وبيراميدز الفترة اللي فاتت طبعًا، وبداية وحشة جدًا للفريقين. كنت أنت قادر إن أنت تدوس وتكمّل ويبقى في فرق كبير ما بينك وما بين أهلي سيبك من المصري. يعني المصري إحنا عارفين إن هو دلوقتي كان بينافس، ولكن المصري مش هيفضل يكمّل لآخر الموسم. ولكن طبعًا زي ما باقول جون إدوارد أصَرّ إن المدير الفني يكمّل ويدّي له الثقة، وده اللي حصل فعلًا. ويمكن التوقُّف الدولي اللي حصل لمنتخب مصر الفترة اللي حصلت الماتشين دول، يمكن الزمالك قفل على نَفْسه. أنا واضح إن الزمالك أو يانيك فيريرا الراجل ده شكله اشتغل كويس أوي على النقط الضعف اللي كانت في الزمالك الماتشات اللي فاتت. هنقولها كده حاجة، حاجة. يمكن الزمالك كان عنده مشكلة دفاعية. أنا وجهة نظري الونش كان عامل مشكلة وثغرة دفاعية قوية جدًا في نادي الزمالك. أنا ما أعرفش يعني الونش يمكن من اللعيبة اللي أنا كنت باحبهم جدًا أو باحبهم يعني ما زلت، ولكن برضه آآ أنا باشوف إن هو مش من ساعة أمّا رجع من الصليبي بصراحة، وهو مش هو ده الونش خالص. أنا باشوف إن هو نقطة ضعف عند الزمالك، هو ما بيقدرش يبني. يعني يانيك فيريرا بيحاول يبني الهجمة من تحت، الونش ما عندوش الحتّة دي خالص. يعني ما عندوش حتّة إن هو يقدر يبني الهجمة من تحت ويعمل باص ويطلع بينا لقدّام، هو ما عندوش النقطة دي خالص. تاني حاجة الونش حتّى قوته الدفاعية قلّت كتير من بعد الإصابة. فأنا باشوف إن رجوع أو لعب محمد إسماعيل الفترة دي، الماتش ده بالذات يعني. لأ، محمد إسماعيل واضح إن هو لعيب عنده قوة بدنية كويسة جدًا، صغير في السن، عنده حتة الكورة دي كويسة أوي، الكورة بتطلع من رجله من تحت كويس جدًا، جدًا. فأنا باشوف بصراحة إن الثغرة الدفاعية دي اتحلت امبارح بوجود محمد إسماعيل جنب حسام عبد المجيد. تاني حاجة إحنا كان عندنا مشكلة جامدة جدًا في الأطراف، عمر جابر ومحمود بنتايج. طبعًا الاتنين دول كانوا الماتشات اللي فاتت تقريبًا واقفين ما بيتحركوش خالص. يمكن الماتش ده شُفنا لأ انطلاقات قوية جدًا من بنتايج وعمر جابر. أحسن ماتش عمله الاتنين من بداية الموسم هو الماتش ده. بنتايج ما كانش مستواه خالص وأنا قُلت الكلام ده. بنتايج مش ده مستواه. من ساعة ما بدأنا الدوري تحس إن في حاجة مش مضبوطة. عمر جابر نفس الكلام. لأ الماتش ده لأ زيادة عددية رهيبة من الاتنين، بيطلعوا بيكمّلوا مع الهافات. لأ حاجة بصراحة يعني فرق جدًا. فأنا باشوف إن الراجل ده اشتغل على النقطتين دول جدًا، اشتغل على نقطة الدفاع كويس أوي، واشتغل على نقطة الباكين اللي هم كانوا واقفين تقريبًا. لأ عملنا زيادة عددية، بنروح دلوقتي بعدد كويس جدًا جوّه ال18، بتلاقي في هاف يمين ومع باك يمين، وبتلاقي هاف شمال مع باك شمال.
بيعمل زياده عدديه كويسه جدا، فبالتالي انت بيبقى ليك خطوره اكتر على المرمى. تاني حاجه نص الملعب، الزمالك كان عنده مشكله جدا في نص الملعب، عدم استقرار اللعيبه اللي بتلعب. شفنا محمد شحاته، شفنا عبد الله السعيد، شفنا دونجا، شفنا سيف جعفر، شفنا ناصر شفنا ناس كتير قوي اتبدلت في المكان ده، ولكن انا بشوف افضل حاجه مع اعتراضي كتير على واختلافي كتير على دونجا، ولكن دونجا بشوف ان هو رقم 6 الاساسي اللي هو تقريبا ما فيش غيره اللي بيلعب في نادي الزمالك، مين بقى له اهو اكتر من سنتين، فيمكن هو اكتر واحد استقرار يقدر يلعب في المكان ده برغم اخطائه برغم كل حاجه، هو الوحيد اللي للاسف يعني مش عايز اقول للاسف، يعني هو دونجا برضه لعيب كويس، ولكن هو الفتره اللي فاتت ما كانش هو ده دونجا اللي احنا يعني او طموح جمهور الزمالك. ولكن انا بشوفه هو يمكن الماتش بتاع امبارح لا كان ماتش عامل ماتش كويس جدا جدا بصراحه. عبد الله السعيد، عبد الله السعيد انا بشوف ان دي افضل حاجه اتعملت من مجلس اداره نادي الزمالك انه جدد لعبد الله السعيد، ورمى كل الانتقادات وكل الاراء السلبيه اللي هي بتقول ان عبد الله السعيد كبير في السن وما يلعبش ولا ما يتجددش ولا سنتين ولا تديله 20 مليون. لا يا جماعه، انا عبد الله السعيد لو عنده 50 سنه يلعب، اقسم بالله عبد الله السعيد لو عنده 50 سنه طول ما انت رجلك في الملعب وقوي وبتديني بدنيا وبتديني فنيا كل حاجه في الكوره، انا عايز ايه تاني؟ انا شيل السن ده من دماغك خالص وما تركزش مع الكلام ده. عبد الله سعيد لو عنده 100 سنه لو عنده لو بعكازين، انا عبد الله سعيد يلعب في الملعب. دي وجهه نظري انا الشخصيه، عبد الله سعيد يلعب في الملعب بغض النظر عن حتى لو الحته البدنيه نقصت عنده، رغم ان انا شايف الحته البدنيه ما شاء الله عبد الله سعيد امبارح بيلعب 90 دقيقه يا جماعه، عنده 40 سنه، 90 دقيقه بيلعب عبد الله السعيد، متحكم في الكوره، بيقطع، قطع كميه كور امبارح رهيبه. شوف لمسته للكوره عامله ازاي، الراجل واخد القرار من قبل ما تجي له الكوره، العكسيات اللي بتتعمل من لمسه واحده. نشوف عبد الله سعيد بيوصل المهاجمين ويوصل الهافات بالكور الطوليه بتاعته، لا عبد الله سعيد فارق جدا في نص ملعب نادي الزمالك. انا بشوف ثنائيه دونجا رقم 6 وعبد الله سعيد 8 ثنائيه قويه جدا جدا. ناصر ماهر لما بيبقى فايق، ادينا شفنا ناصر ماهر احسن تقريبا، كان من احسن اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب امبارح هو عبد الله السعيد ومع خوان الفينا، بصراحه الثلاثه من احسن اللعيبه اللي كانوا موجودين في الملعب امبارح. بشوف ان فعلا ناصر ماهر لما بيبقى فايق بيفرق جدا مع الزمالك، يفكوا بقى من حته بقى ان انا عايز ان انا اللي اخد الشو وانا اللي ابقى لا، اما بيلعب جميع لصالح الفرقه، المنظومه اللي عاملها نادي الزمالك دي بينجح جدا. الزمالك عامل منظومه كويسه جدا يا جماعه، مهما لعيب غاب الزمالك دلوقتي ما بيفرقش معاه. شفنا اهو يعني في غيابات زي محمد شحاته كان من اكتر اللعيبه المؤثرين في نادي الزمالك الفتره اللي فاتت، ما فرقش خالص. النهارده الزمالك بيلعب استحواذ كامل، الزمالك النهارده تقريبا استحواذ 60 70% على مدار المباراه كلها، مع فريق قوي جدا زي الفريق المصري، فريق قوي وفريق رخم بمعنى الكوره، ولكن بنشوف الزمالك قدر يستحوذ على الماتش. شفنا اخوان 2000 يا جماعه لعيب، انا مش عايز بقى اقارن، انا ما بحبش الناس اللي بتقعد تقارن يا جماعه. زيزو بتاع، خلاص زيزو مش يا جماعه، احنا مش عايزين نحط في دماغنا زيزو كتير قوي. انا في ايدي لعيب دلوقتي جوهره، انا وجهه نظري اللعيب ده جوهره، لعيب بس عايز يتصنفر شويه وعايز يشتغل على شويه حاجات بسيطه، هيبقى لعيب كبير قوي يا جماعه وهيفرق مع نادي الزمالك. انا بشوف ان هو عنده قوه بدنيه، عنده روح، عنده مهاره رهيبه، عنده سرعه، واحد لواحد بيعدي من اي حد، ناقصه حته واحده بس لو حد خد باله منها، حته ان هو يلعب على الجون، يعني حته ان هو يشوط على الجون، الحته دي عنده ضعيفه شويه، هو بيعمل كل حاجه وبيعدل كويس قوي بس لما بيجي يشوط الكره ما بتوصلش بالقوه اللازمه. وطبعا انا عارف ان ده لعيب صغير وعنده 21 سنه ولسه قدامه كتير ولسه هيتطور، بس دي لازم يشتغل على نفسه، لازم هو اللي يكون عايز النقطه دي، هتفرق معاه جدا وهيعلي من قيمته جدا. وانا شايف ان هو لو فضل ماشي مستمر بالطريقه دي، اعتقد ان هو ممكن يعني للاسف ممكن يجي له عروض خصوصا من السعوديه، وخصوصا ان احنا عارفين اي لعيب في الزمالك بيتالق، حتى المدربين اي حد بيتالق في نادي الزمالك ما بيقعدش شهرين ثلاثه بيجي له عروض، ودي حاجه بنشوف ان هي حاجه ايجابيه، ولكن في نفس الوقت لازم الزمالك يقدر يحافظ على اللعيبه بتاعته. وزي ما بقول اهو الزمالك يا جماعه هو اللي بيصنع، انا قلتها في فيديوهات كتير قبل كده، الزمالك اللي بيصنع اللعيب. زيزو مشي قلت لكم ما تقلقوش، بالعكس زيزو لو كان كمل في نادي الزمالك بالفلوس اللي بيقول عليها دي الزمالك كان هيقع وقعه ما يعلم بها الا ربنا. ولكن احنا شفنا دلوقتي خوان الفينا تقريبا بياخد له 20 25 مليون جنيه بالمصري في الموسم، مش هياخد 100 مليون، ولكن الراجل معاك اهو 3 4 سنين بتتكلم في صفقه محترمه، لعيب عوضك كتير عن زيزو. مش عايز اقارن برضو، انا بشوف زيزو لعيب كبير برضو عشان ما نقولش ان زيزو بقى وبتاع، لا زيزو لعيب كبير، ولكن انا بالنسبه لي خوان 2000 الوقت ده هو افضل لنادي الزمالك في كل حاجه، ناحيه الفلوس، من ناحيه الامكانيات، من ناحيه ان انت عايز تغير نظام لعب، منظومه جديده بالكامل. فانا بشوف نادي الزمالك نجح جدا في اخوان 2000، لعيب كويس جدا الزمالك يقدر يحافظ عليه، يهدى شويه لان هو برده مندفع وعنده حته قوه شويه، عايز طب ياخد انذارات، حته قلع التيشيرت، فانا دلوقتي عندي انذارين، لو خدت انذار الزمالك عنده المباراه اللي جايه وبعدها الاهلي،
طبعًا الزمالك لا قدّر الله لو اخوان ألفينا خد إنذار الماتش الجاي مش هيلعب ماتش الأهلي، ودي هتبقى ضربة قاسية لنادي الزمالك لو حصلت، فيخلّي باله، الناس تكلمه كده بالراحة ويبعد عن أي التحامات، يبعد عن أي مشاكسات الماتش الجاي، يركّز بس على الجون إنه يقدر يجيب جون ويساعد الفريق إن هو يكسب. الصفقة اللي أنا بالنسبة لي ما نجحتش في نادي الزمالك ووجهة نظري مش هتنجح في نادي الزمالك هو شيكو بنزا. يا جماعة أنا باشوف شيكو بنزا ناس كتير قالت لي لعيب كويس وكل حاجة، أنا لمّا قعدت اتفرجت عليه الماتشين اللي فاتوا، شيكو بنزا عنده إمكانيات كويسة ولكن مش ده نادي الزمالك، مش ده إمكانيات نادي الزمالك، دي الفنية. تاني حاجة يا جماعة هو عنده مشكلة سلوكية واضحة جدًا، جدًا من أول مباراة وهو موجود مع الزمالك، يعني يمكن العين كانت فيه مش حلوة زي إخوان ألفينا، يمكن هو لعيب كويس، إمكانيات مش وحشة، ولكن برضه مش هو ده سلوكيات اللي يقدر يلعب في نادي الزمالك، لأن أنا لعيب بالنسبة لي أهم حاجة يكون سلوكياته كويسة برّه الملعب قبل جوّه الملعب، اللعيب ده هو اللي هيكمّل معاك، أنا لعيب زي ده هو بيأثّر معايا جدًا، الزمالك عنده أزمة كبيرة جدًا في ناحية الwing left، أنا تقريبًا ما عنديش غيره، أنا امبارح بالاعب آدم قايد، آدم قايد طبعًا مش مكانه، قُلنا 100.000 مرّة مش مكانه، ولكن المدرب معذور، الزمالك ما عندوش هاف شمال غير شيكو بنزا، ودي كانت غلطة نادي الزمالك، أنت ما كنتش مشّيت مصطفى شلبي غير لمّا تجيب 2 مكانه مش 1 بس، ليه؟ لإن الزمالك ما كانش عنده إلا هو مصطفى شلبي، أنا ما باقولش إن مصطفى شلبي كان كويس ويقعد، أنا باقول يقعد طالما أنت ما جبتش حد. كان يبقى موجود سواء هو أو شيكو بنزا الاثنين موجودين أو تجيب اثنين وتمشي مصطفى شلبي، أنت ما جبتش اثنين وللأسف دي نقطة مهمة جدا لازم الزمالك يشتغل عليها شهر واحد، لازم يكون في هاف شمال قوي جدا تعتمد عليه أساسي مش شيكو بنزا خالص. ما اعرفش ده بتعمل ايه مع شيكو بنزا الفتره الجايه دي، بصراحه انا ما اقدرش اقول حاجه، ولكن انا شايف ان هو لا يصلح لنادي الزمالك على الاقل اخلاقيا ما ينجحش في نادي الزمالك، مشاكله كتير وعنده واضح ان هو عنده بغزاله، عارف انت اللعيب اللي هو بغزاله يلعب ماتش حلو وماتشين وحش، انا ما بحبش ده، شايفين اللي هو راجل اخوان 2000 راجل بيموت نفسه في الملعب، سيبك بقى من الفنيات، راجل ملتزم، راجل عنده روح قويه جدا بيلعب بكل قوه بيفيد نادي الزمالك، هو ده اللي احنا عايزينه في نادي الزمالك الفتره الجايه. فانا بشوف الزمالك قدر فتره التوقف دي قدر ان هو ويانيك فيريرا قدر يجمع الفرقه، اتخلص من الكور العاليه، الزمالك الماتشات اللي فاتت يا جماعه كان بيلعب حاجه غريبه جدا، الزمالك كان بيبقى متعادل وخسران وعمال يلعب كور عاليه، يعني ده مش شكل نادي الزمالك ولا ده لعب نادي الزمالك خالص، لا الزمالك امبارح كل كوره على الارض، حتى الكور اللي كانت بتلعب عاليه كانت بتلعب بالظبط للعيب، فده شكل نادي الزمالك اللي احنا عايزينه، ثلاثي نص الملعب فرق جدا مع نادي الزمالك طبعا مع رجوع محمد شحاته واحمد ربيع اللي احنا لسه ما شفناهوش، طبعا لعيب مهم جدا وهيبقى ليه دور الفتره الجايه، هيفرقوا جدا، ولكن لازم التدعيم في ناحيه الوينج شمال، ولازم نستقر على فيرود يا جماعه، احنا دلوقتي لسه مش مستقرين على فيرود بيلعب في نادي الزمالك، مره بشوف ناصر منسي، مره بشوف عدي الدباغ، مره بشوف سيف الجزيري، عمرو ناصر، احمد شريف، مين يا جماعه فيرود الزمالك الاساسي؟ انا ما اعرفش لحد دلوقتي، عدي الدباغ يمكن هو اللي بيلعب الفتره اللي فاتت ولكن هو لسه ما اثبتش جداره، يمكن عنده وكويس، هو محتاج الدنيا تمشي معاه شويه ويجيب اجوان، اعتقد هيبقى كويس، ولكن لازم الزمالك يستقر ولازم كان يبقى عنده البديل جاهز لحته الفيرود دي، انا كل مره بنزل فيرود شكل، مره ناصر منسي انزله، مره بنزل عمرو ناصر، مره بنزل احمد شريف، انا مش عارف مين اللي ممكن ينزل حتى كبديل لعدي الدباغ، لازم نستقر على الحته دي يا جماعه. انا بشوف نادي الزمالك نجح الفتره اللي فاتت جدا، انا كنت بقول ان نادي الزمالك من بدايه الموسم ولسه عندي رايي، الاهلي اقوى فريق موجود السنه دي في الدوري المصري، والاهلي اقوى فريق مرشح لحد دلوقتي، انا بقول الاهلي اقوى فريق مرشح ياخد الدوري في مصر وياخد اغلب البطولات جوه مصر، ولكن نادي الزمالك الفتره اللي فاتت دي غير وجهه نظري بصراحه، انا كنت بقول الزمالك السنه دي يمكن لو ينافس على المركز الثاني ويقدر ياخد الكونفدراليه يبقى عمل موسم كويس جدا ويلعب طبعا على الكاس، ولكن انا الزمالك بشوف السنه دي لا اعلى سقف طموحاتنا بصراحه، جون ادوارد فاجئني، بشوف ان الزمالك لا بدا يبقى كويس ولكن لازم الاستمرار، ما ينفعش ان انا النهارده لعبت الماتش المصري بالشكل الكويس جدا ده اجي الماتش اللي جاي يا جماعه كل ده يتغير، لا اعتقد ان فتره التوقف اللي فاتت الزمالك اعاد فيها النظر وقدر يصلح من اخطائه، اتمنى الاستمرار على كده، لان الزمالك طول ما هو شغال وبيكسب، الزمالك عامل ضغط على الفرق الثانيه، الزمالك طول ما هو بيكسب هيبقى متصدر وبالتالي هيسبب ضغط على الاهلي وبيراميدز، وده اللي هيفرق مع الزمالك الفتره الجايه جدا، لازم الاستقرار لازم الاستقرار، انا بشوف جون ادوارد شغال كويس جدا، لازم ندعم في شهر واحد مهم قوي حته الهاف الشمال مهمه جدا جدا جدا، لازم يكون عندك لعيب تاني قوي، لعيب مؤثر يلعب وينج ليفت اساسي في نادي الزمالك، طبعا الزمالك زي ما بقول مع شويه الاستقرار مع جمهور الزمالك اللي هو رقم واحد اللي بيقف في ظهر الزمالك على طول، اعتقد الزمالك هيبقى ليه شأن تاني الفتره الجايه، ولكن اهم حاجه زي ما بقول الاستقرار. وشكرا لك.